متابعين صفحتنا في كل مكان، اهلا بيكم. معكم محمود ابو النصر، والنهارده هنعمل وصفه سهله وسريعه زي ما عودتكم دايما. الجلاش من الوصفات اللي احنا ظالمينها دايما معانا وبنعملها باللحمه المفرومه، بس احنا قررنا نعملها بالبسطرمه والجبنه الموزاريلا ونجرب مع بعض طعمها التحفه الجميل. اول حاجه هنيجي المكونات بتاعتنا. معانا لف الجلاش، جبنه موزاريلا على شيدر ميكس كده حلو، كوبايه لبن، فلفل الوان متقطع صغير، معانا بسطرمة برضو متقطعة صغير، وزيتون اسود متقطع صغير، وبيضة، وزبدة سايحة على زيت ذرة. أول حاجة هنعملها هنعمل ميكس الفلفل الألوان مع الجبن والزيتون، خليهم كويس. وهنجيب الصينية اللي هنعمل فيها الجلاش وندهن دهنة الزبدة والزيت، ونبدأ نرص طبقات الجلاش واحدة واحدة ونفردها، وما بين كل طبقة والتانية بندي مسحة خفيفة زبدة وزيت لحد ما نعمل نص الكمية، ونحط الحشوة بتاعتنا اللي هي الجبنة موتزاريلا وفلفل الوان والزيتون الاسود وحبة بسطرمة كده اهوت فوقيها، واللي عملناه تحت هنعمله فوق بنفس الطريقة. هنحط طبقة طبقة، وما بين كل طبقة والتانية دهنة كده خفيفة زبدة وزيت لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها، ونساوي الأطراف واحدة واحدة كده بين كل طبقة والتانية مسحة زبدة وزيت. كده الجلاش بتاعنا كله خلص، وسوينا الأطراف بتاعته نقطعه وهو لسه ني الأحجام والأشكال اللي انتوا عايزينها. هنا قطعته مربعات، وآخر كمية معانا الزبدة وزيت سايحين هنرشهم على الوش. هندخله في فرن درجة حرارة تقريبا 200 يورق شوية، وبعد كده ننزل باللبن المضروب عليه البيض لحد نحطه في فرن تاني لحد ما يستوي. بسم الله ما شاء الله، شكله تحفة، والريحة بتاعت البسطرمة مع الفلفل الألوان والجبنة الموزاريلا فظيعة. نوع جديد من الجلاش مش متعودين عليه دايما، على طول بنعمله باللحمة المفرومة، قلنا كنوع من التغيير ندخل حاجة جديدة عليه. زي ما انتم شايفين مقرمش من بره وطعمه تحفة. لو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك وشير ليها عشان يوصلكوا كل جديد.